اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتي قناه فور يو من اجلك، وفيديو جديد معانا. والفيديو بتاعنا النهارده في مجال الموسيقى، وزي ما تعودنا بنقدم لكم شروحات اورج 2024، اورج الموبايل، اورج الاندرويد. النهارده في الشرح بتاعنا استكمالا للسلسله بتاعتنا بتاعت شرح الاورج، وزي ما قلنا هقدم لكم شروحات مفصله لكل شيء في الاورج على مجموعة من الفيديوهات، عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم وفيه معلومات كتير قوي، وتقدروا تطبقوها معايا فيديو ورا فيديو. في الفيديو بتاعنا النهاردة أنا كنت بلاقي أسئلة من كتير من المتابعين والمشاهدين لينا، بيقولوا لي إن هم عاوزين يعزفوا أي أغنية بس بيقفوا قدام حاجة، قدام سرعة الإيقاع. سرعة الإيقاع يا جماعة اللي هو بلغة الموسيقى اسمه التيمبو. التيمبو ده سرعة اللحن أو سرعة الإيقاع. طول ما أنت بتقدر تغير في سرعة الإيقاع واللحن تقدر تعزف بيه أي أغنية، فبتنقي أي إيقاع في نظرك يليق مع الأغنية اللي أنت عاوز تعزفها. لكن للأسف سرعة الإيقاع بتبقى مختلفة عن سرعة الأغنية، بيبقى أسرع أو أبطأ من الأغنية اللي أنت عاوز تعزفها، فبالتالي بتواجه مشكلة في عزف الأغنية دي. طب الكلام ده له حل في اورج الموبايل؟ ايوه له حل في اورج الموبايل. زي ما قلنا المطورين يعني عملوا لنا شغل عالي قوي وشغل جامد في اورج الموبايل، خلوهن قريب خالص من الاورج الحقيقي. ومن ضمن الشغل والتعديلات اللي عملوها في اورج الموبايل اورج الاندرويد ان هم حطوا لنا في الاعدادات ازاي اقدر اغير سرعه الايقاع او سرعه التيمبو عشان اعزفه. يبقى انا كده بقى عندي كل حاجه متاحه في اورج الموبايل يا جماعه. اقدر اغير سرعه الايقاع، اقدر استخدم ايقاعات مختلفه، اقدر اغير في الاصوات والالات اللي انا عاوز اعزف عليها. يعني انا كده بقى عندي اوركسترا كامل، اعزف اي آلة، اعزف على اي ايقاع، اعدل سرعة الايقاع والتيمبو عشان اقدر اعزف عليه براحتي. ندخل بقى للشرح بتاعنا عشان نشوف ازاي هنقدر نعدل سرعة ايقاع او سرعة تيمبو الايقاع بتاعنا عشان اقدر اعزف عليه اي اغنية انا عاوز اعزفها. ده برنامج الاورج بتاعنا زي ما انتم شايفين، بنضغط عليه نستنى لما يحمل. اول ما يحمل بنك الموسيقى معانا كده زي ما حضراتكم شايفين، يبقى البرنامج حمل معايا تمام. زي ما انتم شايفين، زي ما عودتكم ان انا شغال بنسخة الاورج دي، النسخة اللي ما فيهاش اي ايقاع او اي آلة، عشان خاطر تبقى خفيفة وسريعة معايا في الشغل. طب انا دلوقتي عاوز اعدل ايقاع، انا ما عنديش ايقاعات يا عم تشتغل. لا عادي، ما انا حاطط لك النسخة دي عشان دي نسخة خفيفة جدا وجميلة جدا، هنقدر نعدل فيها اللي احنا عاوزينه، وهنقدر كمان نضيف سيت عشان نعدل عليه. ندخل هنا على كلمة سيت اللي بالاصفر دي، نضغط على المفتاح اللي تحتيها، ونضغط على فايل اللي فوق ده، ونضغط على رجوع فايل اللي عليه سهم ده، ونختار داونلود. انا زي ما قلت لكم قبل كده انا بحتفظ باي سيت عندي او اي آلة او اي ايقاع في قائمة على الموبايل، وانا ببقى محددها عشان ما ادورش كتير، فانا حاططها عندي على داونلود. بلاقي هنا السيتات، عندي سيت شامي، شعبي شامي، وعندي زمر، وعندي سيت تاني اهو. بختار اللي انا عاوزه، نختار مثلا شعبي. كده السيت حمل معايا. لما افتح بنك الايقاعات هلاقي ايقاعات موجودة، بنك الموسيقى، بنك الالات، هلاقي فيه الات موجودة. كده ده السيت اللي انا حملته. نبتدي بقى ايه، نجرب الايقاعات عشان نشوف هنعدل ازاي سرعة الايقاع او سرعة التيمبو بتاع الايقاع. ده ايقاع اهو، بس ده مش هيبقى باين يعني قوي. كده الايقاع ده مناسب، الايقاع ده كويس، وهجرب لكم على اكتر من ايقاع عشان تبقوا شايفين الشرح تفصيلي عامل ازاي. ده ايقاع زي ما انتم شايفين اهو. عشان اقدر اعدل السرعه بتاعه الايقاع او التيمبو بتاع الايقاع، بيبقى عندي القرص المدور ده اللي فيه النقطه السوداء اللي على اليمين، هو ده اللي بستخدمه في تعديل سرعه الايقاع. طب بستخدمه ازاي؟ ما انا لو لفيته على الفاضي كده مش هيعدل معايا حاجه.
لا بص احنا هنعمل ايه. القرص ده تحتيه كلمة اسمها تيمبو، فيها مفتاح، بضغط على التيمبو ده زي ما انتم شايفين ظهر معايا كلمة تيمبو وجنبها موجب وجنبها سالب وفي رقم. لو انا اتكيت كده وما اتكيتش على اي حاجة تانية ازود بيها السرعة بتختفي. لازم على طول اتكة واتك على القرص والف القرص. ركزوا معايا كده وانا بلف القرص، في رقم بيزيد وفي رقم بيقل. لما بنزل كده بلف شمال الرقم بيقل، لما بطلع كده وبلف يمين الرقم بيزيد. كل ما الرقم بيزيد هلاقي الايقاع معايا بيبقى سريع، كل ما الرقم ده بيقل هلاقي الايقاع معايا بيكون بطيء. دي طريقة بقدر ازود واقلل بيها الايقاع. في طريقة تانية ان انا استنوا كده مختفي، بضغط على الموجب والسالب اللي تحت تيمبو دي اللي جنب الرقم اهي، بضغط كده على موجب دي او بضغط على سالب دي كده الايقاع ممكن يتغير معايا. طب نجرب بقى عملي، نشغل الايقاع، نضغط على تيمبو، نلف القرص كده كده معايا، السرعه زادت، الايقاع بقى سريع. نرجع تاني بالقرص شمال، الايقاع بقى بطيء. طب نزود هنا من البلس، ايقاع سريع كده السرعه بتزيد. ننقص هنا من السالب كده الايقاع بيبقى بطيء. سوري الايقاع اتغير بس. ده كده ايقاع احنا جربنا عليه، نجرب ايقاع غيره. لا نجيب ايقاع تاني. ده ايقاع مثلا كمان. نضغط على تيمبو، نلف القرص كده، شايفين الايقاع سرع ازاي. نرجع تاني بالقرص شمال، ممكن اوصل بيه لسرعه بطيئه جدا. ارجع تاني اسرعه، وممكن اطلع بيه لسرعه عاليه جدا. كل ما بزود كل ما السرعه بتزيد معايا. اقدر اعمل كده في اي ايقاع انزله عندي على اي سيت موجود عندي. دي ميزه جميله اتاحوها معانا في اورج الموبايل، ان انا اقدر اعدل على سرعه الايقاع. معايا الايقاعات كلها اقدر اكون حر فيها في تعديل السرعه، اسرع ابطأ زي ما انا عايز. يا رب الشرح يعجبكم وتكونوا استفدتوا من المعلومه بتاعتنا. اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، واعملوا لنا لايك على الفيديو، وشاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم. وكمان ما تنسوش اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. تابعونا على قناه التليجرام، تابعونا فيها عشان خاطر هننزل فيها كل البرامج اللي بنجربها